الجولة الثانية من المرحلة الأولى لدورة البلاي أوف، وداد تلمسان مولودية الجزائر. الجماهير سجلت حضورها بقوة آملة في مشاهدة مباراة ممتعة. لاعبو الفريقين قدموا كل ما لديهم وأبلوا البلاء الحسن، كل شيء كان حاضرا: الحماس، الفرجة، المتعة. مولودية الجزائر يحسم الشوط الأول لصالحه، فيرد الوداد بقوة ويفوز في شوطين متتاليين. أما الشوط الرابع فبلغ السسبانس أقصى ذروته إلى أن حسمه المحليون، والنهاية كانت هكذا. المباراة كانت صعبة على الفريقين، وكانت عندنا صعوبة باش ندخلوا في الشوط الأول. الحمد لله كانت بون رياكسيون تاع اللاعبين بعد الشوط الأول. 3 أشواط اللي خديناها بسهولة. الشوط الرابع كان صعب سورتو في الرأس. الحمد لله اللاعبين عرفوا كيفاش يكملوا المباراة، ونشكروا الفريقين. الحمد لله هنا غاني الدوزيام ماتش هذا تاع التورنوا دو بلاي اوف. كان ماتش مليح كونترين تري بون ايكيب تاع لانسيا، ومازال لي ماتش قدام، مازال لي ماتش دو كوب، وان شاء الله نجيبوا اللقب ان شاء الله هذا العام. بالنسبه للمقابله تاع اليوم صراحه كانت مقابله شيقه، لانه منافس الوداد اللي عنده فريق محترم. ولكن اليوم احنا صراحه اللي اثر علينا هي المقابله تاع البارح اللي كانت ساعتين و38 دقيقه، اللي تلعب 5 اشواط، من بعد تجي ميم با في 24 ساعه زيد طيح لك مقابله كيما هذه. ولكن طوميو لينا احنا، لانه اذا ديجا المستوى طلعناه، عندنا مقابله غدوه باذن الله، نروحوا كما قالوا نروحوا نرتاحوا ونوجدوا لها باذن الله. وشكرا. اولا نهني فريق وداد تلمسان على الفوز بهذه المباراه، ونشكر ثاني لي جوار تاعنا اللي قاموا بمباراه رائعه، وهذا الشيء اللي راح يزيدنا نطلعوا في النيفو مباراه بعد مباراه. مازال هناك مباراه غدوه ان شاء الله اللي راح تكون مهمه، سيتو لازم نسترجعوا مليح، ما عندناش الوقت بزاف، مي لازم غدوه ان شاء الله اللقاء الثالث ان شاء الله.